السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. راني توحشتكم بزاف بزاف ورجعت لكم بفيديو جديد. رجعت لكم بوصفه من اروع الوصفات اللي ممكن تجربوها، وصفه لي ترونج بذوق الفراوله. وصفه المحلات ولا تجيكم احسن من المحلات، يجيكم كيك يذوب في الفم والطعم من اروع ما يكون. بلا ما نطول عليكم نروح مباشره نشوف المقادير وطريقه التحضير. نبدأ بسم الله. واش نحتاجو في وصفتنا؟ نحتاجو 4 بيضات، 120 غرام سكر عادي، 120 غرام فرينة، نحتاجو 5 غرام خميرة الحلوى، 10 غرام ميكسو ولا مستحلب حلويات. إذا هذا هو هذه هي المادة اللي يستخدموها كامل في المحلات. نحتاجو 40 مليلتر من الماء ولافاني. وقع في الوعاء تاع العجانة. طبعا اللي ما عندوش عجانة تقدروا تستخدموا الباتور عادي. نحطوا البيض، نزيدوا السكر. بالنسبة لهذه الطريقة تختلف على الطريقة العادية. هنا نحطوا كامل المكونات مع بعضهم لأنه استخدمنا المحسن. نحطوا لافاني، الماء. طبعا الماء تقدروا تستبدلوه بالحليب إذا حبيتوا. نزيدوا المحسن، راح يديكم ملعقة فقط صغيرة كما راكم تشوفوا. نزيدوا عليه الفارينة، نغربلوها. طبعا بالنسبة للفارينة إذا حبيتوا تحطوا جزء منها فرينة وجزء نشا، طبعا معليش ما راحش يأثر. نزيدوا خميرة الحلوى 5 غرام. ندي هاد المكونات كامل نخلطهم مع بعضهم. في اول دقيقة نحطوا على السرعة تكون قليلة فقط لمجرد ان المكونات تتخلط مع بعضها، ومن بعد نزيدوا لاقصى سرعة ونخلوها تتخلط لمدة 8 دقائق. شوفوا الخليط كيفاش طلع وتضاعف الحجم نتاعو. بالنسبه للون تاعو ثاني شوفوا كيفاش يجي ابيض، والقوام يكون كريمي، يعني ما يشبهش القوام الكيك، ما يشبهش الكيك العادي اللي يكون بدون محسن. اذا يكون هذا هو القوام تاعو. اذا كما راكم تشوفوا هذا الخليط نديه كامل نفرغه في الصينيه. بالنسبه للصينيه حطيت فيها فقط هكذا القليل من الخليط الكيك تحت باش يحكم منه ورق الزبده، ونفرغوا الخليط كامل. مشوه على الصينيه وحاولوا يكون مستوى واحد هكذا باش كيطيب لكم ما تجيش جهه طالعه على جهه. والان ندخلوا للفرن، نكون شعلته مسبقا على 180 درجه. راح يديكم حوالي ب8 دقائق حتى 10 دقائق. مهم ما تفوتوش هذا الوقت، لانه اذا طابكم بزاف الكيك تاعكم راح يجيكم شويه يابس. وهذا هو. شوفوا بعد ما طاب، شوفوا كيفاش طاب لنا. طبعا انتم اذا عندكم فرن مروحه تشعلوا، اذا حبيتوا تستخدموا المروحه تشعلوه مباشره من الفوق ومن التحت. اذا هكذا نغطيه ونروحوا نكملوا باقي المراحل نتاع الكيك. بالنسبه للكريمه راح نستخدمها هي كريم دبلومات. اول حاجه ناخذ كريم باتيسير، نحطوا نصف لتر تاع حليب مع 75 غرام سكر مع 75 غرام نشا، ونزيدوا لافاني. نخلط هاد المكونات مع بعضهم بارد في بارد، ومن بعد نديهم فوق النار طبعا مع التحريك المستمر حتى يعقد لكم الخليط. هذا هو الخليط اللي نتحصلوا عليه بعد ما عقدناه. طبعا لازم تبقاو تحركوا باش ما تجيكمش الكريم تاعكم مبركس. نحطوا في طبق هكذا يكون مفتوح باش يبرد لنا بسرعه. نغطيه ببلاستيك غذائي ونخليه حتى يبرد مليح. شوفوا الكيك الان نقطعه ونوجده. فقط حبيت نوري لكم باش ما نبقاش نطول عليكم التقطيع كما راكم تعرفوا. تنحوا له فقط الجوانب وتقسموه على 3. شوفوا الكيك كيفاش يجي، راه يجي بزاف خفيف وهايل. بعد ما تقطعوه روح نوجدوه، روح نكملوا الكريمه تاعنا. شوفوا الكريمه باتيسير راهي بردت. طبعا تخلوها حتى تبرد مليح. نحطها في وعاء نخلطها شويه. وطبعا راني ديجا وجدت كريم شونتيي، حطيت نص كاس بودره شونتيي مع نص كاس يكون حليب بارد. اذا كانت نوعيه الشونتيي تاعكم ماشي مليحه بزاف تحطوا نص كاس بودره شونتيي مع ربع كاس من الحليب يكون بارد ولا من الماء. نخلط شويه الكريم باتيسير ونضيف لها شونتيي
ومن بعد نخلطهم مليح مع بعضهم، وهذه هي الكريمة اللي راح نحشو بها الكيك تاعنا. هذا هي، شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. كما تشوفوا الكيك قلت لكم ديجا قسمته على 3 قطع. الآن طبعا نبداو نديرو في المونتاج. اول حاجه كما راكم تشوفوا عندي هنا السيرو كنت خدمته من قبل، عندي نص كاس سكر مع كاس ماء، نخليهم يغلوا حوالي 10 دقائق ونشربوا. اول حاجه نشربوا الكيك تاعنا. بالنسبه للتشريب كل واحد كيفاش يحب، تحبوا تشربوه بزياده، تحبوا شويه كيما حبيتوا. عندي هاد الخليط اللي راح نستخدموه كطبقه نتاع الفراوله. طبعا هذه هي الماركه اللي استخدمتها بالنسبه للبنات اللي راهم عايشين في تركيا. بالنسبه للبنات اللي في الجزائر ولا تقدروا تستخدموا السوبر كريم. نحطوا طبقه هكذا خفيفه، هذا كما راكم تشوفوا. ومن بعد نزيدوا طبقه تاني من الكريمه. يعني بالنسبه للكريمه حاولوا ما ديروهاش خشينه بزاف كيما هكا، وتمشوها تسووها غير هكذا خفيف خفيف باش ما تتخلطش مع هذيك الطبقه اللي درناها من تحت. نزيدوا طبقه ثانيه، انا الطبقه الثانيه نخدمها ومن بعد باش نحطها من الفوق نفس المراحل. نشربها شويه، نزيدوا هذا الخليط نتاع الفراوله كيما هكذا. هذا ما يجيش حلو بزاف، راه شويه تجي في واحد الحموضه بزاف هايله. ونزيدوا تاني طبقه من الكريمه، ومن بعد هكذا نرفدها ونحطها فوق الطبقه الاولى. حاولوا تحطوهم فوق بعضهم مليح هنا بهذا الشكل. وبقات لنا اخر طبقه نحطوها من الفوق تاني، نشربها فقط شويه. بالنسبه للطبقه الاخيره عندكم حريه الاختيار، تحبوا تضيفوا لها شويه كريمه، تحبوا بلا كريمه تحطوا فقط سوبر كريم. يعني كل واحد على حساب الذوق تاعو، على حساب كيفاش يحب. انا درت طبقه غير خفيفه من الكريمه، ونزيدوا اخر طبقه نحطوا داك الخليط تاع الفراوله اللي وريته لكم. تحبوا تستخدموا توبينغ، المهم اي حاجه متوفره عندكم. طبعا بالنسبه لهذه الطبقه تاع الكريمه انا دخلتهم للثلاجه للمجمد حكموا رواحهم مليح باش درت هذه الطبقه الاخيره. اذا طبقه غير خفيفه نزيد نعاود ندخلها للمجمد، ومن بعد باش نقطعها هكذا باش تجيكم الطبقات يعني ما يهربوش على بعضهم. وحاولوا كل ما تقطعوا السكينه تاعكم حطوا في الماء يكون ساخن، تمسحوه وتقطعوه باش يجيكم التقطيع بزاف ساهل. هنا شوفوا وهذه هي النتيجه. وهذا هو الشكل تاعنا، الشكل النهائي نتاع لي طرونش اللي خدمناهم بطعم الفراوله. بالنسبه للتزيين درت تزيين جد بسيط، حطيت الفراوله والورقه الذهبيه، والشكل تاعهم راه يجي بزاف هايل، والطعم ما نحكيش راه يجي تماما مثل المحلات ولا احسن. الى نشوفوا الكيك راه يجي تاني، راه يجي يذوب في الفم بزاف هايل. ننصحكم باش تجربوا هذه الوصفه. بالنسبه للحلاوه تاني ما راهش يجي حلو بزاف لانه ما حطيناش كميه كبيره من السكر في الكيك. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش باش ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركوش، وانتظروني في فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.